السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. وبقى يومين كده ما نزلتش فيديو بصوتي لاني مش عارفة ليه اليوتيوب مش بيحسبهولي، مش مشكلة بقى، مش هدوشكم معايا. المهم، ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات. وكمان اللي ما اشتركش معانا ينزل دلوقتي فورا يشترك، يشرفنا في عيلتنا الصغيرة اللي ان شاء الله تبقى اكبر عيلة باذن الرحمن. بدعواتكم بس ما تنسونيش، كل اللي بيحبني، عشان اكيد والله انا كمان بحبكم. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. وبشكر كل متابعيني وكل الكومنتات الحلوة اللي بتجيلي، وانك بتشاركوني في الرأي. ده طبعا حاجة انا ببقى مبسوطة جدا جدا بيها بجد والله. هنكمل كلامنا، بس الفيديو ده عايزه اقول لكم روتين حلو جدا بتاع البيت. وقلت لكم انا ابتديت اصور شويه مصري وشويه بقى اجانب، فقلت ايه اعمل لكم ميكس كده لذيذ. المطبخ ده عجبني جدا، هتركزوا في كده في كام تفصيله حلوه جدا فيه. وكمان شايفين البارات بتاعها ما شاء الله، وطقم الصواني وطقم الفناجيل، لا بجد كده حاجات حلوه جدا جدا. بصوا، بجد حلوه جدا ما شاء الله. كمان هنا برضك الريسبشن شكله حلو جدا، وعامله بقى حاجات حلوه. وهنخش بقى كده. بصوا هنا، انا عاجبني بجد بجد يا جماعه. طقم اللي بتاع البراد بتاع الشاي ده او الغلايه حلوه قوي ما شاء الله، ربنا يبارك فيها طبعا. بس في حاجات كده تتقدم لو عندك بقى حد غالي عليكي، او ضيوف طبعا، او مرة تدخل لك البيت او كده، اكيد بقى لازم تثبتي المظهر والشكل. وفي ناس تقول عادي اللي موجود قضي ده، اكيد طبعا، بس في ناس بتحب بقى اللي هو تبين اي حاجة عندها جديدة وكده، ودي حاجة حلوة طبعا. اهتمامك بالضيف دي حاجة كويسة وحاجة من الذوق على فكرة. هنا كمان حلو جدا جدا. بالمناسبة الفيديو اللي انا نزلته امبارح، في انا منزله انترهات وصالونهات، تمام. قولولي في الكومنتات في منه الصالون، انا مش عارفة بقى طبعا تونس ولا المغرب. وانا عندي متابعين من تونس ومن المغرب، تمام. طبعا تحياتي ليكم للمغرب وتونس. قولولي ده عندكم اسمه ايه، صالون ولا انتريه؟ عشان في لما بنزل ساعات كتير بيعلقولي عليه، فقولولي ده اسمه ايه بالظبط. وهبقى مبسوطة ان انتوا تشاركوني برأيكم طبعا. وحلو الانتريه ده، لونه حلو جدا، ده لون الجري ما شاء الله حلو. انتوا عارفين انا بحب الالوان دي جدا. وكمان حلو بالذات بقى لو عندك اطفال تستحمل من الاخر. وهنا بقى ده الميكروويف بتاع، عايزه اقول لكم ان هي جايبه له حاجه مفرش كده، وجايبه له مسحوق للفرن ده، بينضفه حلو قوي قوي. اللي عايز السبراي دوت اللي بينضف، عايزه اقول لكم هي بتشكر فيه جدا جدا. بينضف لها الفرن، خلاه تحفه تحفه. بصي ممكن تصوريه سكرين تاخديه، هو موجود اكيد يعني. بصوا خلالها الفرن حلو قوي. بصوا ما شاء الله حلو. هو كمان لون الفرن عندها اسود، مش في بقى الوان تعرفين فيه اللي هو الجري، وفي الوان منه. فلا نضفوا لها حلو. وهي كمان شكرت بصراحة فيه قوي قوي في التنظيف بتاعه. فاللي هيعجبه او عايزة تجربيه، خدي سكرين ليه وتعرفي الاسم عليه وهاتيه وبعتيلي في الكومنتات فرق معاكي ولا لأ. ده سوري بقى، هو طلع الفرن البوتاجاز مش الميكروويف. هنا بقى عجبني الفناجيل بتاعتها. وكمان المطبخ بتاع الديزاين بتاعها حلو قوي. الدرج بتاعت المطبخ هوريلكوا دلوقتي من تحت. عامله فيها شكل زي ايه، شغل كده ارابيسك او كده، بس شكلها حلوة قوي وجديد. انا بالنسبه لي لسه يعني دايما اشوف اللي هو الحاجات الكلاسيك والهاديه، فبرضك شكله حلو. وبصوا بقى شايفين الحاجه بتاعت الادوات المطبخ عندها حلوه ما شاء الله تبارك الله. وده هنا طعم المجات بردك حلو. هما مبدعين بصراحة العراقيين في أكلهم وفي ديكوراتهم والديزاين بتاعهم. وكمان حاجات أدوات المطبخ دي بيهتموا بيها جدا جدا. وأكيد اللي متابعني واللي لسه يتابعني إن شاء الله هيشوف فعلا
اهتمامهم بجد بالاكل كمان والحلويات. لا لا بجد ما شاء الله عليهم. بصوا شايفين بقى عاملين هنا الشغل في المطبخ من تحت حلو قوي. وهنا بقى بصوا الكوشن دي جميله عجبتني برضه قلت اوريها لكم. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. وطبعا مش هقولكوا كملوا الفيديو لان هو خلاص هو 5 دقايق اهوت، بس اتمنى تكملوا الفيديوهات كلها ان شاء الله. ولايكات بقى بتاعتكم الحلوه الجميله ديت اللي بجد بتبسط جدا جدا بيها، والكومنتات بتاعتكم الحلوه قوي. ربنا يخليكم يا رب ليا. بس بجد والله بشكر كل متابعيني. يا رب الفيديو يعجبكم النهارده ان شاء الله. ما تنسونوش بقى بدعوه حلوه كده، وادعولي اكمل 1000 مشترك كل 4000 ساعه. كملوا الفيديوهات عشان خاطر بجد نفسي يعني ان شاء الله القناه بتاعتي كده هتقبل في اليوتيوب باذن الرحمن. انا حابه ان انا اتكلم معاكم واشارككم واقول لكم بجد اللي بيحصل عشان خاطر تبقوا فاهمين ايه الدنيا ماشيه ازاي. وكمان دعواتكم بقى. شايفين بقى القعده الحلوه دي بقى تفطري كده الصبح في الجنينه دي تحفه تحفه حلوه قوي. وما شاء الله على الطقم الشاي، وشايفين الكوبايات بالاطباق بتاعتها حلوه. بصوا حتى المية او اللي هتشربي فيها الطقم بتاع العصير حلو. والترابيزة كلها ما شاء الله تبارك الله حلو جدا. الف هنا وشفا. بصوا بيهتموا بكل تفاصيل. بصوا حتى شكل الكراسي مع الترابيزة متناسق. وقلت لكم الالوان الاورنج دي مكسرة الدنيا السنة دي. هي هنا بصوا ده ورق اللي هو الفوم. الستيكر ده حلو قوي لو عندك مثلا حيطه بايظه مش عارفه تعمليها، المطبخ عندك رطوبه. عايزه اقول لكم هايل وبجد بجد تحفه حلو قوي. فاتمنى تجربوه. وسعره اللي عايز يقول لي وانا ارد عليك. اساليني وانا اقول لك هو يتباع فين كمان لو حابين. بس بجد عن تجربه حلوه قوي. اتمنى تجربوه ان شاء الله بامر الله وتقولي لي في التعليقات. وفي منه اشكال كتيره قوي. في منه اشكال حلوه قوي قوي. بينفع في كل اماكن في الشقه على فكره. اسيبكم بقى كده خلاص الفيديو خلاص. اقول لكم باي باي واشوفكم فيديو جديد. ويا رب الفيديو يعجبكم. وما تنسوش تصلوا على النبي. باي باي.